السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب من الأعزاء، طلاب قناة أخبار وزارة التربية. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. رابط قناة التليجرام بالوصف، ننشر بآخر الأخبار أول بأول. طبعا بالنسبة لتعطيل الدوام الظهري في المحافظات بمناسبة لعبة العراق مع كوريا اللي راح تبدأ الساعة بثنتين بعد ساعتين تقريبا، جميع محافظات العراق أعلنت تعطيل الدوام من عدا مديريتين، وهي محافظة النجف وأيضا مديرية الكرخ الثانية في بغداد. النجف ومديرية الكرخ الثانية في بغداد، هذين المديريتين ما أعلنت تعطيل الدوام، فقط تقليص للموظفين المديريات، تقليص الدوام لحد الساعة بالوحدة. أما عطت المدارس ما عطوا. أما باقي جميع المحافظات، جميع مديريات بغداد أعلنت تعطيل الدوام للمدارس وأيضا تقليص الدوام للموظفين إلى الساعة 1 ظهرا. ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. رابط قناة التليجرام بالوصف، ينشر بي آخر الأخبار أول بأول. في أمان الله.